هو فعلا من خاف سلم، والاحراج ممكن يوديك في داهيه. واحد قرر يرجع بلده على باخره كمان كام يوم، كان عارف ان سعر التذكره حوالي 700 800 دولار، فكان تمام. راح يحجز التذكره لقاها ب 1500 دولار. صاحبنا اتحرج يسال، فدفع كل الفلوس اللي معاه وقال طب انا كده هاكل واشرب ازاي على الباخره؟ فقرر يروح يشتري باخر فلوس معاه بعد ما دفع ثمن التيكت عيش وجبنه، وقال انا هقضيها ال 10 ايام بتوع الرحله عيش وجبنه. وفعلا ركب الباخره والرحله بدات. فضل كل يوم وقت العشاء يقعد ياكل العيش والجبنه اللي هو جايبه، لحد ما جه اخر يوم قال طب انا اما هرجع لما اتسال اكل الباخره عامل ايه هقول ما اكلتش، الناس هيقولوا عليها بخيل. جه على اخر يوم ونادى الويتر قال له بعد اذنك انا عايز اكل. بص على المنيو لقى ان الشاورما ارخص حاجه، فقرر يقول انا هاكل النهارده في الباخره عايز شاورما. فالجرسون قال له طب احنا النهارده اخر يوم فعندنا المنيو فيه حاجات كتير جدا، اكله الشيف عاملها مخصوص فممكن تجربها. قال له لا انا عايز شاورما بس. طب تاخد حاجه حلوه مع الاكل حاجه تشربها؟ قال له هو الشاورما بس. فالجرسون قال له براحتك ماشي. جاب له شاورما، الراجل كان نده للجرسون عايز يحاسب، قال له محتاج احاسب. قال له تحاسب على ايه؟ قال له على الاكل اللي اكلته. قال له انت تذكرتك شامله الاكل والشرب طول المده في الباخره. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ طبعا صاحبنا اتصدم والاحراج ما نفعوش. تسال وما تتحرجش لحد ما تتاكد بدال ما تظلم نفسك. هقول لك